السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فراولات الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحه وحال وراحه بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معاكم ليلى فوزي. فلو اول مره تشوف القناه فعلى حالا زر الجرس على الكل، هتدوس السبسكرايب والاشتراك واللايك والتعليق يا احلى وارق فراولايه في حياتي. بصوا بقى، زي ما احنا كنا اتكلمنا قبل كده قلت لكم منشر، وكان سبب ان انا اجيبه ايه؟ هي ان انا في دور عالي جدا، فانا كنت عندي فوبيا رهيبه من الغسيل، انا اتاخرت يعتبر ان انا اجيبه، يعني المفروض من فتره كبيره كنت انا اجيبه بصراحه المنشر يعني. اخترت ده، كان هو معدن وتقيل والخامه بتاعته يعني بيشكروا فيها بيقولوا كويسه، فهنجرب مع بعض. هو لونه اسود وفيه اللي هو اللون الجولد ده، بس انا بيني وبينكم يعني الحاجات دي برضو هتطلع بره وشمس وكده، فهنجرب. هو جاي كده اللي هو حرف الاكس، وبعد كده بقى بتفتحي بقى الجولد ده كده يمين وشمال، ومبتبقاش نازله قوي. انا قبل كده كان عندي، بس كان اللي قبل كده كان نازل، يعني تحس ان هو كان لونه احمر في الاسود، احمر في ابيض، بس كان ده نازل. الوقفه دي اللي هي كان زي كانها رقم 7 دي ما كانش موجود. خلاص هاخده كده وهدخله الغرفة عندي. طب وليه يا ليلى عندك في الغرفة؟ اولا كذا سبب. انا عندي فوق غرفتي بيبقى فيه هوا، ده اولا. كان عندي شوية غسيل كتير فعايزه انجز، وعايزه يا دوبك يتهوى واشيل واحط غيره، فاهمه؟ تاني سبب. تالت سبب ان انا عايزه اغير خالص في البلكونه، عايزه انضفها واشيل منها الكراكيب اللي هي حاجات اللي مالهاش لازمه، وارجع احط بقى على نظافه، واحط مثلا حاجات حلوه فرشه في الارض، يعني اخلي البلكونه شكلها حلو. وان شاء الله هنزل لكم يعني ان شاء الله بالفيديوهات. هنكون خلصنا مع بعض البلكونه، تبقى الدنيا تمام زي الفل. انا مبسوطه جدا ان الديكور عجبكم، اللي هو بتاع الريسبشن، كميه التعليقات حلوه ان انتوا اتبسطتوا منه يعني. بصوا بقى، قلت ايه اجرب بقى، فبدات كده عملت دوره غسيل وخليتها امسكها تخلي الثبت، متاخدوش في بالكم عادي جدا. غرفه الولاد برضو عملت لها جرد برضو، بس طبعا عايزين نخلص الحاجات دي، ولو انت ما بداتيش قبل 10 ايام اللي هم الصيام عشان وقفه عرفات وكده، ربنا يا رب يعيننا عليهم على الصيام، وربنا يتقبل اللهم امين. هنا بس كده خليتها تفتح معايا، كنتش عارفه تفتحه. هو بص بيتفتح كده وبعد كده بيثبت، اللي هي دي اللي هي السودا دي بتسند عليها السناده دي وخلاص. هنا بوريكم بس شكل الهواء. فخلاص هبدا اخد شويه الغسيل دول. هنا كنت غسلت الوردات دي يا بنات عشان احطها بره على السفره. خلاص فهنخلص مع بعض كده شويه الغسيل. عايزه اقول لكم ان احساس الهواء رهيب جميل جدا اليومين دول. مش عارفه، في ناس صيف وفي ناس خريفي، متهيأليش ان لسه حد مشاتي، يعني متهيأليش لسه حد لابس تقيل يعني، صح؟ يعني هو الجو ده ممكن يكون خريفي، وفي ناس مصيفه، يعني انا بشوف في الشارع ناس مصيفه بصراحه. انا اعتبر مصيفه خريفي يعني، فاهمه اللي هو كده يعني لما الاقي الدنيا بالليل كده تحس ان فيها قرصت شويه بالليل، لا خلاص ببدا مثلا ازود حاجه. الولاد برضو لا مكه مكه ما صيفتش لمكه لسه بصراحه، ولا يوسف، لا مكه ولا يوسف، لان بيبردوا بسرعه بصراحه وكده يعني. همس وسما برضو لسه عندنا خريفي يعني، يمكن كمان عشان هنا الشباك بحري، فاهمه؟ فالبيت اصلا ساقعه، لسه ساقعه يعني. بس سبت بقى بقول لكم الغسيل هنا، وبعد كده نقلته بقى ناحيه هنا التسريحه، لان هنا الهواء اكتر، فاهمه؟ وانا عايزه انجز، عايزه اخلص ده عشان ينشف احط غيره. خلاص هنا الورد كده كان ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك نشف، وحبيت ان انا اغسله عشان يعمل كده ريحه حلوه. فخلاص هحطه بقى كده في الفاز. واحترت حيره يعني، انا بجد الوقت افتكرت، لان ما كنتش عارفه اعمل ايه على الترابيزه. حطيت الثلاثه دول اللي هما الاثنين فازه طوال، وبعد كده شلت، قمت حاطه اللي هو الجولد في ابيض، لا مع الشمعدان مش عارفه، كل شويه بصي اشيلهم من هنا احطهم هنا، واشيل الورد احطه هنا. يعني بصراحه لا لدرجه ان انا لقيت دماغي وجعتني يعني. على فكره هعمل معاكم حاجه حلوه قوي في الريسبشن، ناحيه ترابيزه الشاشه الفتره اللي جايه دي.
المشكله انك جاي لك بقى ال10 ايام دول مع ايه، مع الامتحانات. يعني انا مكه بكره، همس وسما بيمتحنوا اللي هيمتحنوا خلاص، والدنيا يا ربنا يعينهم بجد والله. فتحس كده ان عندنا قلق الامتحانات ده بجد، ربنا ينجحهم يا رب ويحفظهم. فهبدا اشيل وهروح اشيل احط الورد وارجع احط الفازات. بصوا انا فضلت كده رايحه جايه رايحه جايه. حسيت ان انا هنا الورد لا، يعني هنا الورد مع السفره العاليه، فهماني احسن يعني. وسبت دول وبعد كده بعد شويه هرجع اشيلهم تاني. وبصوا هغير اصلا يعني. النظام ده جميل وحلو وعجبني، بس انا يمكن الكرسيين دول هجيبهم مكان الشاشه، ولا عكس ما احط الشاشه مكانها الناحيه التانية. لكن الكنب الكبير زي ما هو كان عاجبكم هسيبه زي ما هو، وهقول لكم ليه يعني، بس لما اجي بقى مش عايزه احرق بقى الدنيا. بس كده فضلت بقى فاهمين بقى، ما رايحه جايه مش عارفه ايه. وبعدين في الاخر لما زهقت سبت ده كده المنظر ده. بس ده مش اخر حاجه يعني، متاخدوش في بالكم يعني، هغيره بعد كده. تاني يوم بقى خلاص، ده اليوم اللي قعدت تاني يوم خلاص بخبز بقى العيش بتاعي، وخلاص العجينه بتاعتي خلاص انتوا بقى حفظتوه. وبصوا شايفه المنظر ده اللي هو نازل ده كده، هي كده تمام كده العجينه بتاعتك تمام. بس هنزلها بقى. وبصوا انا ما بعجنش تاني يعني، بقوم لما العجينه وبعملها كده رول كبير كده كده، ده المنظر ده، وبسيبها بقى واخد كل شويه منها حته وايه واشتغل. يعني كنت هعمل اللي هو شبه العيش اللي هو بتاع البرجر المدور، او اعمله فوق. لسه ما عملتش معاكم الفينو، بس انا عملته اليومين دول يعني الفيديو ده قديم يعني. هعمل معاكم الفينو، والنهارده هعمل معاكم حاجه حلوه قلت اغير بقى فاهمين. فانا حاسه يعني برضو مش زهق والله، بس انا بحب التجديد، يمكن انتوا عارفين الموضوع ده. هنا خلاص ده العيش اللي هيبقى خلاص اللي هو بتاع زي بتاع البرجر اللي هو الحلو القمر ده. هنا بقى جبت بقى اللي اتبقى مني من العجينه. فجيت انا حطيت سكر عليها، فردتها الاول وبعدين حطيت بعدها على كده سكر وقرفه. عايزه اقول لكم ان انا الوقت ده كان بدري خالص يعني، يا دوبك تقريبا الساعه 7 والولاد نايمين. كنت عايزه اعمل سينابون، فانا عماله اقول يا ترى سما كانت لان السما اللي بتعمله لي بصراحه، عماله اقول هي سما بتحط ايه فيه. عارفين انا عاملاه كده افتكاسه والله يعني، انا ولا دورت حتى على النت ولا حاجه، قلت مش انا زي ما انا هفكر ويجي في بالي هعمله. حطيت فيه زبيب وسما طبعا بقت متضايقه جدا لان هي ما بتحبش الزبيب. ف كده يعني لما صحت يعني قالت لي انت ماما حطيتي زبيب وانت عارفه ان انا ما بحبوش جوه الاكل. هنا بقى حطيت السمسم على العيش ده بيبقى قمر قوي بحبه جدا. تحطي عليه بقى الجبنه بتاعتك، بتسيحي في جبنه عليه يعني جبنه، بتحطي عليه مربى، اي حاجه انت بتحبيها، مثلا حلاوه مش عارفه ايه بتفرق معاكي. فانا اليوم ده بقى ايه كنت بحط سمسم. انا بحب السمسم المتحمص جدا 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 يعني. عايزه اقولك ان بياخد المخبوزات في حته تانية، السمسم بياخد المخبوزات في حته تانية، غير ان هو فيه كالسيوم خلي بالك فهو السمسم فيه كالسيوم. هخلص كده بقى السمسم وايه وادخل على الفرن. بصوا بقى ده شكلها شكل اللي هو السينابون بتاعي الاختراع. قعدت اضحك قلت هو شكله عامل كده ليه، بتاع السما بيبقى شكله حلو بجد والله، بس هو طعمه حلو بصراحه. لا يعني سيبكم الشكل انا اول مره اعمله يعني، ما اعرفش هي سما اللي بتعمله لي، بس طعمه تحفه. خلاص خلصت بقى الخبيز بتاعي. لولو شطوره خبزت وخلصت. هنا بقى كده كانت الشمس طالعه، وهيبداوا بقى يصحوا اللي عندهم بقى كليات اللي مش عارفه ايه، وراهم كذا وراهم كذا. طب ايه انا مش فاهمه، انا وريتكم الشباك ده مش عارفه انا كنت بفتح، ما انا عماله ببص انا جايه هنا ليه يعني الحمد لله الدنيا تمام. البيت برضو كان متقفل، عامله روتين مسائي فعشان كده بيفرق معايا الصبح. روتين مسائي بيفرق معاكي تاني يوم بجد جدا. هنا بقى عندي في الريسبشن عندي بقى الكراسي السفره، وعندي الكنب. يا رب يقويني بقى بجد، لا بس مش الوقت لان انا
الدشديش حقيقي اتفرمت شغل في الفتره اللي فاتت دي. طبعا في حاجات ما نزلتلكوش. عايزه اقول لك ان الازاز بتاع الشباك ده مش قادره اقول لكم ان انا كنت عاملاه ومنضفاه وعاملاه بالبخار بالمساحه وايه قبل الشتاء. فاكرين الفتره اللي هي بتاعت الشتاء الاخير دي كنت انا بقى مخلاه بيبرق حقيقي. ببص بقى ايه الشتاء ببص كده على الازاز قلت يا بعد ما عملته ما علينا. كان الشتاء كده كان خلاص يعني حسسنا ان هو خلاص خلص ادانا تشجيع. وبعد كده ادانا مره كده الدنيا قعدت تمطر كتير. هنا بقى فتحت عشان ايه طبعا هو خلي بالك الغسيل كان نشف يعني بس انا كنت حابه ان الشمس تيجي عليه يعني. بصوا بقى الشكل القمر. الريحه بنات الريحه في حته تانية بصراحه. بصوا بقى هنا هبدا اعمل فطار ليا انا عشان كنت جعانه جدا. برضو عايزه اجيب ستيكر هنا للرخامه فخليكم فكروني اجيب ستيكر واعمل الكنب. عملت شويه عصير اي فاكهه عندك شويه ميه عصير وحطيت بقى ايه الجبنه. طبعا هنا ده اللي بستخدمه للعصير ده اللي هو الارزم عصارة الارزم اللي هي بتاعه التركي بتاعه العصير. كان ليه كوبايه تانية كبيره كانت كبيره وحلوه بس قدر ده من زمان قوي كان باظت وخلاص رميتها بقى. فتحس ان الضغط كله على الكوبايه الصغيره دي. احلى حاجه بصراحه الصبح انك تشوفي شمس فاهمه تحس انك شفتي الشمس تحس ان مفيش حاجه فاتتك يعني. حضرت العصير ببدا بقى ايه هجيب العيش اللي انا عاملاه خبزه وهشوف بقى شوف المنظر والله لازم تحفه. هحط عليه جبن عشان اسيحها حابه المنظر ده كده حلوه قوي تحس اني مش فاهمه انا بتحطي بقى اللي انت عايزاه بقى بس الجبنه التشيدر والجوده حلوين. بص بقى الحركه دي انا اصلا كنت بعمل الاول ايه كنت بحط الجبنه دي تحت الاول وبعد كده احط الجبنه التشيدر مثلا. دلوقتي لا المره دي عكست خليت بس اللي هي الجبنه اللي هي النستون او البريزون او ايا كان فوق. مش قادره اقول لكم يا بنات بتبقى حكايه يعني. انا بقى قعدت ادور على علبه او حاجه عايزه احفظ فيها العيش عشان يقعد فتره. وبعدين ساعات انا ببقى ايه ساعات ببقى مطبقه نوم يعني ما نمتش فاخش انام عشان الولاد كمان ما يبهدلوش الدنيا فتبقى علبه ويقفلوها لان بيطنشوا وساعات بيسيبوا مثلا حاجه مفتوحه الحاجه تنشف فاهماني. فعشان كده قلت ايه يعني اظبط لهم الدنيا على قد ان هم لو حبوا ياكلوا وخلاص والدنيا تمام. حلو قوي العلب دي كنت من الحاجات اللي انا بحبها حقيقي يعني. طبعا عايزه اقول لكم ان العيش نفسه سخن يعني تحس ان هو دافي كده مدي دفى سخونيه كده. بس خلاص ظبطت حتى حطيت الورق الحراري بشكل كويس بحيث برضو يحافظ عليه طري. عايزه اقول لكم ان انا كل يوم بفضل الله انا مش عايزه احرق بس الدنيا احرق لكم الاحداث. فكل يوم بقى يعني في حاجات جديده يعني افتكاسات في موضوع الاكل ده الاكل والعيش ده. فالفتره الجايه هتلاقوا حاجات حلوه كتير قوي. ريحه الزيتون بقى مش قادره اقول لك يعني مع الجبنه جربوها بنات تحفه الجبنه على الوش بجد بتدي طعم تحفه. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.